لا يا شيخ، لا 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 يا عم التنين اقسم. لا لا يا شيخ، خلاص يا اخي. يا عم تعال انت تعال. ايش ده اللي يمشي هناك؟ يا جماعة، يا جماعة، اوه ماي جاد، ايش الكائنات دي؟ ايوه تعالى كم. الله، ايش؟ اوه ماي جاد. ازيكم يا جماعة الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا جماعة الخير، رجعت لكم بمقطع جديد وفيديو جديد او جزء ثالث لسلسلة جنون كرافت او كريزي كرافت. طبعا يا جماعة الخير، هتلاحظوا ان انا موقف ستارت لان في مصيبة حصلت في البث واضطريت اني اوقف. قلت لازم اوريكم المصيبة دي اللي حصلت في البث. طبعا رابط كيك طبعا في الوصف. طبعا يا جماعة عملت بعض الحاجات اللي في البث يعني، فلو لقيتوا في حاجات مختلفة ما تقلقوش، هشرح لكم على السريع. بس طبعا يا جماعة الخير، اهم حاجه ان شاء الله تكونوا بخير. صراحه متحمس جدا على السلسله دي، صراحه بدعمكم الجبار. المهم يا جماعه، ما تنسوش اللايك والشير زي ما يكون المقطع، لاني متحمس جدا. عاوز يعني تلاحظوا المقدمه في ثواني، عشان صراحه متحمس جدا عن نكمل واوريكم الحاجات اللي عملتها. وبس يا جماعه، جيبوا حاجه تاكلوها، حاجه تشربوها، ومشاهده ممتعه للجميع. اوكي طبعا يا جماعه، اخر مره قفلت المقطع لان في حاجه ظهرت يا جماعه عند البيت. طبعا حددت مكان بيت، يب زي ما شايفين في تنين هناك يا جماعه. يا جماعة تنين هجم على البيت وانا قاعد، يا جماعة كسر لي البيت وبهدل الدنيا. وانا يا جماعة اقسم بالله ما عليا والله واقف. تعالى تعالى خلينا اسحبه. يا حبيبي تعالى. ايوه تعالى، عاوزك تيجي، عاوزه يجي يا جماعة، عاوز اسحبه انا. في يا جماعة ده مبقاش بيهجم ليه؟ اهجم يا ولد. اخ اخ اخ، ضربني بديله ده ولا ايه؟ هو ايه بقى طيب مرة واحدة؟ اخ 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 اخ. ايوه بدأ، ايوه مت. اوه ماي جاد. يا الله يا جماعة، انا مت هناك صح؟ تكفى ما يجيش بالله، خليك هناك خلاص. المهم يا جماعة، زي ما شايفين ياب بهدل لي الدنيا والله يا جماعة. والله شوف، حتى البيت اللي انا كنت عاوز اعمله واوريه لكم ما لحقتش يا جماعة والله اكمل حاجة ولا اعمل اي حاجة. بهدلني والله يا جماعة. شوف كسر لي البيت، تلج لي الدنيا، حتى الخشب اللي انا صنعته كل شيء كسره اقسم بالله، تبا له والله. حول الله. بس يلا يلا يا جماعه، مفيش مشكله بنظبطه. المهم يا جماعه الخير، طبعا اتوقع انكم انتبهتوا للالات دي. اكيد استغربتوا يعني ايه الالات الغريبه اللي انا عملتها دي. طبعا يا جماعه بصوا، خلف الكواليس عملت آلة ديسنشانتر، او في البث عامه، عفوا مش خلف الكواليس. عملت ديسنشانتر عشان عاوز اشيل التطويره، بس طلعت محتاجه طاقه، فطبعا عملت الكيوبيك بتاع الطاقه ده. وعامه صح، انتوا اصلا المنطقه كامله مختلفه صح، انا نسيت. خلينا اشيل دي طبعا عشان دي مؤذيه. المهم، فزي ما شايفين يا جماعه، انا نقلت صراحه المنطقه دي. انا قلت لكم اخر مره احاول اني انقل ممكن خلف الكواليس او في مقطع، بس صراحه حسيت ان انا انقل المنطقه زي كده في خلف الكواليس افضل عشان ما اطولش عليكم. طبعا زي ما شايفين نقلت الحته دي، حاولت انضفها كده بشكل مربع، وظبطت الدنيا زي ما شايفين، وبدأت احاول افرش الحاجات. بس زي ما شفتوا جه تنين وخرب الدنيا. هنا طبعا يا جماعه حطيت الحاجات يعني اللي وريتها لكم في الحلقه الثالثه الثانيه تقريبا، مش متاكد. وظبطت الدنيا هنا. طبعا يا جماعه الالات دي بقى فكرتها ايه، خليني اشرح لكم الالات دي بكل اختصار. طبعا دي زي ما قلنا، دي بتشيل التطويرات بس. تقريبا يا جماعه محتاجه طاقه واكس بي، محتاجه الاثنين طاقه واكس بي. معرفش ازاي اديها اكس بي، بس طاقه عرفت. دي طبعا يا جماعه الانفيوزر ساعدتني اصنع المروحه دي والجنريتور ده. تمام، ده طبعا يا جماعه بياخد طاقه. تمام، دي واضحه يعني بتديله طاقه، زي ما شايفين قاعد بيتعبى طاقه 400,000. طبعا الطاقه دي هتفيدنا في حاجات كتير يا جماعه. بس طبعا عشان اصنع المروحه مثلا، اوريكم مثال بسيط. طبعا زي ما شفتوا واين جنريتور، دي طبعا جنريتور بتدي طاقه بكل بساطه. زي ما شايفين بحتاج منها اوزومنيوم. طبعا رحت جمعت كده سريع وبشرائح غريبه وحاجات غريبه. طبعا الفيوز ده اللوي دي زي ما شايفين بتتعمل بالاله الميتا ليرجيك فيوزر، عشان كده عملتها. طبعا بحط هنا ريدستون في الآلة هنا مثلا زي ما شايفين، وبحط كوبر ويبتدي يطلع لي، او ايرون اتوقع، ويبتدي يطلع لي ميتا انفيوزد الوي. طبعا انتوا عارفين ما بعملش غير واحده عشان فيها اي ام سي، بحطها في الطاوله واموري زي الفل. نفس الحاجه يا جماعه في اللوحه دي، بحط هنا ريدستون وحبه اوزومنيوم بيطلع لي البيسك كنترول سيركيلت. نفس الحاجه في الحاجه دي يا جماعه انفيوزد. يعني زي ما شايفين حاجات سهله بسيطه تقدر تعمل بيها المروحه، الموضوع مش متعب. حتى الكيوبيك يا جماعه ده اسمه بيسك كيوبيك، شوفوا. ايوه ده اللي عملته يا جماعه، زي ما شايفين ده بيدي طاقه، بيتعمل بحاجات برضك نفس الشرائح. والكيسنج دي عملتها متعبة شوية بس عملتها الحمد لله يعني.
طبعا زي ما شايفين في فرنس انواعه كتير اكتشفتها صح يا جماعه. في اللي هو الفرنس اللي هو ده ايرون، جولدن، دايموند، في ايميرالد، في طبعا كل مره كل ما لا يبقى اقوى. طبعا اقوى حاجه النذر رايت، احنا عارفين كلنا طبعا. بعدين يجي وراه يا جماعه اللي هو الاولدموديوم، بعدين الفبرينيوم، بعدين اليوبتينيوم، واخر واقوى فرنس موجود اللي هو فرنس الريمبو زي ما شايفين. طبعا الفرنس ده هيبهدلنا يعني، مش سهل طبعا ابدا. بكل بساطه يا جماعه انا البيت هعمله نوعا ما زي ما تقولوا ايه، ليه قوائم. معرفش انتوا ايه رايكم، هل احس اكسر اللون بحاجه تانية يعني معينه في البيت؟ معرفش صراحه، بس حاليا لحد دلوقتي احس كده خلاص بوقف في الناحيه حتة انا الله. لا لا يا جماعه ما تقوليش انه جه، ما تقوليش انه ازاي. لا يا شيخ، لا 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 يا عم التنين اقسم. لا لا يا شيخ خلاص يا اخي. يا الله يا الله يا الله يا اخي خلاص فكني شرك يا اخي. يا اقسم بالله انك غلس، اقسم بالله. تعال 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 تعال. تموت على قد اليوم، تموت ما عندي مشكلة، البيت يروح ما يروح تموت اليوم. تعال تموت، يموت اليوم وربي ما اسيبه يا جماعة، وربي ما اسكت، وربي لا افضل اهجم عليه اطلع ميتين يا جماعة. خلاص والله عصبني خلاص صراحة. والله يا جماعة كسر لي البيت، والله يا جماعة كسر لي البيت. خلاص يموت اليوم، يموت اليوم يموت، يعني يموت. انا يا جماعة خلاص قفلت معايا تنين. ها تعال تعال. همزة همزة صلي على النبي يا همزة همزة. ايوه تعال 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 يا كلب تعال. ايوه تصرخ صح صح تصرخ صح. يا ربي غسلني. تعال تعال. والله يا جماعة قارني اقسم بالله رفع ضغطي. شوفوا البيت، شوفوا البيت بعد لما عملته كله تلجوا ابن الذين. ايوه تموت. ايوه صح بقتش اقدر اخد شكله. صح. وين ايوه شوف والله استهبال. بس يا جماعة بالمنظر ده دقيقة اقدر بقى اتوقع يا جماعة اقدر اروض تنين. اتوقع اذا ما خاب ظني اقدر اتوقع اني لو لقيت تنين مثلا كده بيضة تنين ولا شيء، اتوقع اني اقدر اروض تنين واخليه معايا في البيت خلاص واموره تبقى تمام. يا الله يا جماعة والله والله انقهرت من البيت. والله يا جماعة قهرني. شوفوا عملي في البيت، شوفوا والله يا جماعة حاجة. والله رفع ضغطي. لا يا شيخ. عامة يا جماعة يعني اسيب البيت كده في الوقت الحالي. والله والله عكنني صراحة. خلاص خلاص خلينا نروح يا جماعة نعمل حاجة تانية كده نستمتع فيها مع بعض، ندعس وهي حاجة احسن لنا والله. اوكي يا جماعة طبعا سيبنا من البيت اللي حصل طز يعني. حاليا في حاجة في بالي هعملها يا جماعة هتساعدنا في التنقل نوعا ما، اسمها جيت باك. زي ما شايفين جيت باك. طبعا بتاخد طاقة، فعشان كده كويس ان عندنا مكعب الطاقة ده هيساعدنا بشكل كبير. والله متحمس يا جماعة، عاوز اجرب اشوف يعني هنقدر نطير واخيرا ولا ايش الوضع. خلينا نحط ليذر. يب اتوقع نقدر نعملها يا جماعة. اوكي نحط دي هنا ودي هنا، وربي متحمس باين على وشي اكيد مش محتاج حاجة يعني. ونعمل الجيت باك يا جماعة. طبعا مش محتاجين حاجة يعني، بس نعمل كده ونكتب وود. طبعا هنعمل الاعلى منهم يا جماعة، اللي هي مثلا الكوبر هتبقى اعلى وافضل، بتاخد بصوا طاقة 250 الف. بعدين هنعمل اللي هي ممكن نعمل الايرون لو عاوزين لان بتاخد 800 الف. السيلفر ولا ممكن نعمل بعديها اي حاجة اعلى عشان نقدر نطير. طبعا دي يا جماعة بكل بساطة بعمل ايه، باخدها بحطها هنا زي ما شايفين اتشحنت، خدت من الطاقة اللي هنا 20 الف. بس اضغط سبيس زي ما شايفين بقدر اطير. زي ما شايفين على اليسار مكان الطاقة. بس يا جماعة المشكلة في حاجة، ان زي ما شايفين الطاقة بتخلص بسرعة. على الاقل يا جماعة محتاج اعمل لي واحد ايرون تقريبا ياخد 800 الف طاقة ولا حاجة عشان اقدر ان ايه اظبط اموري طبعا في موضوع الطاقة. بس زي ما شايفين الوضع مش هيبقى بالساهل قوي يعني يا جماعة. لازم طبعا اشحنه كل شويه ويعني صداع شويه صراحه يا جماعه. فمن ناحيه كده ايوه ايش اللي ده اوكي. فمن ناحيه كده يا جماعه هو صراحه يبقى متعب. من ناحيه كده لازم نسوي الجيت باكات الاقوى يعني، لازم اسوي الستون. شوف في جيت باك ستون بياخد 100 الف مثلا. اقدر بعدين اعمل مثلا اللي هو الايرون من الستون او مثلا الكبر زي ما شايفين. ابغى صراحة اسوي والله دروع فول دايموند يا جماعة، لان بصوا والله يا جماعة الدايموند الحين شوفوا معايا يا جماعة كام، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس استكات وشوية دايموند يا جماعة. والله حرام يعني.
على الاقل اخد لي مثلا نص ستاك اسوي لي بيه دروع احسن. انا جاهز دلوقتي اروح اصلا النذر يا جماعه. شكلي بروح النذر ولا شيء يا جماعه. والله انا جاهز حرفيا، خلاص خلصت كل شيء تقريبا. اسهل فول دايموند على التاريخ. والله يا جماعه فعلا ما احتجتش غير اجيب بس حبتين دايموند طلع لي استاكات بعدين. طبعا يا جماعه انا ممكن اخد الطاوله دي معايا صراحه، بفكر اني افضل دايما شايلها معايا، ما حسيت اني بلاش احطها في الارض. افضل دايما شايلها معايا ليه؟ حتى لو رحت كيفنج رحت كذا اقدر اني احطها على طول الوت منها. اوكي مش هدول الاعداء. تعال تعال يا حبيبي انت هو، تعال تدعسوا في الناس. اضرب يا جزمة. ايوه ده لو دعسته هيعصب. يلا عصب يلا عصب وريني. بعمل طبعا يا جماعة بعدين في البث ممكن المباشر ان شاء الله بظبط، بعمل اللي هي شو اسمها دي، الجيت باك الاعلى. طبعا بعمل جيت باك الاقوى عشان نقدر ان احنا نطير براحتنا يعني. ايوه بدينا ريد على طول. السلام عليكم. خلاص قرية ربنا معاكم والله. اقولهم قوم بالواجب. انا مش ذنبي، انا كنت ايه بس عابر سبيل ولا حاجه زي كده. والله ما اعرفش يا جماعه داخلين من فين صراحه، بس يعني قلت اساعد حرام، بس ما توقعش انه هيبقى سهل يا جماعه. ايوه تعالى 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 يا حبيبي تعالى. ايش ده؟ واو كريبرات اوه ماي جاد. يا ورع انت هو. ايوه البلوك دي والله رهيبه. اوه بلوكة جولد. يو القروين بيموتوا صح وانا مش واخد بالي اتوقع يعني. يا كلاب انتوا تسووا ريد على القريه دي، حرام حرام مساكين. يا عم تعالى انت تعالى. ايش ده اللي يمشي هناك يا جماعه؟ يا جماعه اوه ماي جاد ايش الكائنات دي يا جماعه؟ ايش الكائنات دي؟ وات ذا ها يا جماعه؟ انا لسه شايف ديناصورات من شويه صح؟ اها ها ها ها. ايش الكائن ده؟ ايش الكائن ده؟ موت. ده ايش ده يا جماعه؟ انا رايح. السلام عليكم انا رايح انام. ماليش دعوه ايش الكائنات ده يا جماعه؟ انا مش شايف ديناصور كانه سنتوسورس ولا ما ادري بيتضارب مع كائن اقسم بالله. والله يا جماعه ما عارف المود ده ولا ايه العالم اللي احنا فيه ده. يا جماعة جايين علينا هجوم. يا ساتر وربي هجوم. ايوه ايش ده؟ انا ماليش دعوة ماليش دعوة. والله القرية راحت فيها يا جماعة، والله القرية راحت فيها اللوبي. سلام عليكم. يا جماعة والله جبت لي القرية العيد. لا لا اوه اوه ماي جاد هموت هموت. الله ايش السنايبر ده يا حبيبي؟ ايش ده؟ ايش اوه شباب شباب موت موت يا كلب يا كلب. ده كلب. اوه ماي جاد يا جماعة الآلة دي كلبة. الآلة دي موت. الديناصورات ايش الكائنات الغريبة. ايوه تعالى كم. الله ايش اوه ماي جاد. اصبر يا ابني استنى. اوه ماي جاد في انفجارات يا جماعة. ايش الكائن ده؟ وينه جاي ورايا لسه؟ والله يا جماعة معلش والله القرية انتهت خلاص يعني، مش بإيدي. لو كان بإيدي كنت ساعدتهم لكن جي جي. والله يا جماعة يا جماعة هيموتني فول دامج، والله هيموتني فول دامج يا ابويا. ده ايش ده يا جماعة؟ والله ايش الكائن ده؟ ونفس الحاجة ده يعني ان شاء الله بظبط اجهزة اكتر وبسوي اجهزة اكتر. بس حاليا يا جماعة زي ما قلت لكم هنروح النذر عشان نركز على الاساسيات بتاعة اللعبة عامة، نخلصها ونبتدي بقى نفوق بقى ونفهم الحاجات اللي تقدر تساعدنا وتسهل اللعبة اكتر ونستكشف مودات اكتر مع بعض. فيلا بينا على النذر ان شاء الله. طبعا يا جماعه زي ما تلاحظوا في حاجات اتغيرت بعض الشيء حاليا، لان زي ما شايفين بقى عندنا فيرنس ايميرالد دفعت عليه شويه يعني، وزي تلاحظوا الطاقه نزلت يعني بتاع 200,000 ولا حاجه، اتبهدلت شويه يعني في الطاقه. بس يا جماعه ومش بس كده يا جماعه الخير، تلاحظوا هنا بقى عندنا ايه؟ عندنا ستون جيت باك. طبعا عملتها يا جماعه لان زي ما قلت ممكن احتاجها في النذر، فقلت خليها. احتجتها في النذر احتجتها، ما احتجتهاش خلاص. وممكن يا جماعه قلت اخد معايا الكيوب ده كمان اخليه معايا لانه طبعا هو بيخزن الطاقه. قلت اخده معايا احاول اطير، هيبقى كده معايا 500,000 كاني. طبعا شايفين كميه الاكسات اللي في الماب، حرفيا ميت 200,000 مره يا جماعه والله. ايش ها؟ ايش كان دي بس خلينا اكتب جيت. ايش ده؟ ايش ده؟ العيون دي عيونه بتتمط معاه، الله رهيب. وبفكر يا جماعه ان شاء الله احاول اخد لي سبونرات، يعني محتاج والله سلك تاتش ضروري.
لان من دون السلك تاتش وضعي يبقى صعب برضك. ليه؟ لان يا جماعه السلك تاتش هيساعدني اقدر اني اشيل سبونرات واخدها في بيتي ويبقى عندي تلفيل يا حبيبي لا نهايه. لا لا لا، اوه 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 ماي جاد، اوه ماي جاد، جالي بانيك يا جماعه، جالي بانيك، اوه ماي جاد. صح صح خالد ما تطير. صح يا جماعة، ليش ما اطير انا؟ خليني اطير صح واروح. شوفوا هذه فايدة الجيت باك يا جماعة، شايفين؟ امام صح يا جماعة، بس محتاج حبة واحدة بليز على فكرة، مش محتاج كتير لان خلاص بحطها في الطاولة. هذا احلى شيء يا جماعة والله في مود الطاولة، ما احتاجش ولا بليز كتير ولا محتاج شيء، بس كده كم حبة وخلاص. اوكي اتوقع يا جماعة بروح لاخر حاجة هناك وبعدين بنزل على المكان اللي في النص استكشفه، لان باين ان بقية الاماكن مش مهمة. ايوه جاست حاجة مضطرني دلوقتي. ايوه هذا سكيلد، ايش ده؟ سكيلد محترف يا حبيبي. اوه السكيلد يعطيك كتب واشياء. اوه ده رهيب، الامبريكنج ربي رهيب. اوكي اوكي في اشياء حلوة والله. طب دي كام للبليس طاقة؟ شفتوا يا جماعه؟ عشان كده عاوز اجيب شو اسمه ده السبونر، لان بفكر اعمل فكره سبونر اكس بي من البليز واعمل ايه شيست وهوبر، يبقى كل واجيب لوتنج، فكل ما اقتل ينزل بالهبل رود. فاهمين قصدي يا جماعه؟ والرود ده استعمله اني احطه في الطاوله يديني طاقه كده لا نهائي. فاهمين؟ اقدر بقى اطلع مش بس 5 ستاكات، ولا اقدر اطلع 20 ستاك دايموند ولا حاجه. خليني اروح للاستراكشر اللي انا عارف ان قلت لكم هعمل حاجه بسرعه اروح اجيب بليز واجي، بس والله يا جماعه في اشياء مغريه كتير صراحه في العالم يعني. يا جماعه المكان فوق ولا تحت ولا ها؟ لا طير. اوه ماي جاد، لا 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 لا. يا جماعة يا جماعة ولعت، يا جماعة ولعت، رحت فيها. جي 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 والله صعب صعب يا الله يا اخي الغباء. نزلت زي الطشت والله يا جماعة في اللعبة. يا الله بعد ما وصلت المكان اموت يا رب. اوكي يا جماعة وصلنا طبعا، نزلت بالجيت باك من الفتحة اللي انا حضرتي عملتها. بس إيه المكان ده بقى؟ هل في لافا شيء؟ والله اني والله يا جماعة اني مش حمار، يعني انا حمار شويتين في حاجات، بس يا جماعة انا كنت حاسس ان في تي ان تي. والله شوف والله يا جماعه بص انا باخد بلوكات جولد ليتس جو. انا لسه منتبه من الموضوع معرفش ليه عندي استيعاب بطأ مره واحده يا جماعه. سلسله اسمها هذا تشانس. اوه والله حلوه دي يا جماعه، بترد الدمج على اللي قدام. اتت والله رهيب. اوه في لوتنج 3 ده، وهذا في شارب نستو. اوكي جيب كل السيوف كل الحاجات يا جماعه باخدها. ليه؟ لو عندي الانشانتر هذا اللي بتشيل التطويرات، لو عرفت تظبطها خلاص بقدر اني اخد كل التطويرات من على السيوف هذه. يعني شوفوا شاربنس 3 اقدر ادمجهم مع بعض. يا اخي حطوا لي الصناديق زياده، ولا هذا معبد؟ ولا والله اتوقع انه زي المعبد يا جماعه، والله احسه زي المعبد وفي تي ان تي، بس ما اتوقع ان في حاجه تانية زياده. مفيش مشكله. المهم يا جماعه جبنا اللي احنا عاوزينه، جبنا البليز، خلينا نحط البليز في الطاوله. جيب الجولد، جيب بلوكات الجولد، جيب كل حاجه محتاجينها. المهم يا جماعه الخير، اتوقع انكم استفدتوا مقطعنا، اتمنى يكون المقطع عجبكم. طبعا انا عارف كنت عاوزين تشوفوا البيت وانا بكمله، بس والله يا جماعه عكنني التنين اللي انا دعسه هنا زي ما شايفين. بس هو من كتر ما دعسني يعني انا مش شايف كميه اكساد يعني مش عارف يعني برضك يعني داس في رقبتي شويه. بس يا جماعه هناك برضك يا جماعه الوحش اللي هناك ده الهي. تحسوا يا جماعه دبابه، والله يا جماعه دبابه فعلا. المهم يا جماعه اتمنى فعلا تكونوا استمتعتوا معايا لحد اللحظه دي. صراحه باذن الله في حاجات في بالي كتيره بعملها، وبجرب حاجات الكترونيات كتيره. وفي كمان يا جماعه حاجه كمان بعمله، مخزن زي ما تقولوا مخزن متطور، بدل ما انا قاعد كده وشيستات وصناديق لا بحاول اعمل يا جماعه مخزن متطور برضك، لان زي ما شفت في حاجات كتيره نوعا ما بتترميش في الآلة، زي مثلا الكتب ما اقدرش ارميها، حاجات زي كده، فدي احطها في المخزن المتطور او المخزن الالكتروني بمعنى صح. بس يا جماعه الحاجات دي ان شاء الله محتاجه وقت وكده، وان شاء الله نوصل مع بعض في الحاجات دي. وبما انكم يا جماعه شايفكم مستمتعين جدا، بالعكس يا جماعه والله بتحفزوني جدا بالكلام اللي بتكتبوه. وزي ما قلت ان شاء الله يا جماعه التكميلات والحاجات اللي بتحصل بتبقى في البث المباشر، فيا جماعه اتمنى يعني تخشوا وتنوروني في البث، وان شاء الله يكون بث ممتع، والبثوث اللي اعملها ان شاء الله تكون ممتعه اكتر واكتر. وبس يا جماعه الخير، تنسوا اللايك والاشتراك اذا عجبكم المقطع، واشوفكم بقى في المقاطع القادمه، ومع السلامه.